ناخد اول انفراداتنا وهو مفاوضات الزمالك الجاده والجديه مع مروان محسن لاعب النادي الاسماعيلي. بالفعل المفاوضات وصلت الى مرحله متقدمه، واللي يطلع ينفي ينفي. ما بقول لحضراتكم معلومه، بقول لكم ساعات ده استنتاج وساعات دي تكهنات وساعات دي استطلاعات، لكن المره دي بقول لكم دي معلومه مؤكده. النهارده كمان هيكون معانا ان شاء الله، يعني بنحاول نتصل بلعيب قيل الفتره الماضيه انه النادي الاهلي بيتفاوض معاه، هنحاول نعرف الدنيا شكلها ايه، بس اكدوا لي اذا كان جاهز معاكم على اتصال ولا لا. ده مهم جدا. الزمالك اثناء وجود الفريق في الجزائر قعدوا مع اداره الزمالك، قعدت مع مروان محسن، وده مخالف قانونا، بس احنا في مصر ما عندناش حاجه مخالفه، يعني انه الطبيعي عايز تقعد مع وكيل، يعني ما فيهاش مشكله خالص، او اقعد مع النادي، ووضعوا كل النقاط فوق الحروف، وبقي الاتصال بنادي الاسماعيلي لانهاء صفقه انضمام مروان محسن لنادي الزمالك. الزمالك عرض اكتر من عرض، عنده لعيبه على سبيل الاعاره موجودين هناك، عرض محمد سالم كمان انه يكون موجود في نادي الاسماعيلي، ممكن يكون فيها مبالغ ماليه. مروان محسن مكسب لاي فريق تاني، مروان محسن كمهاجم مكسب لاي فريق، خروجه من الاسماعيلي هو خساره للاسماعيلي، ووصوله للزمالك هو مكسب لنادي الزمالك، وبالتالي المفاوضات جاده وجديه جدا جدا.